عاجل، البنك الاهلي المصري خلاص بيغير كل الاسعار الفايده على شهاداته، وفي شهادات وقفت. ايه بقى التفاصيل؟ عشان ما اطولش عليكم، احنا كنا الاسبوع اللي فات اتكلمنا ان البنك المركزي المصري كان قرر ان هو ينزل سعر الفايده 2.25%، ودي اول مره ان هو ينزل سعر الفايده من 5 سنين. ده معناه ايه؟ ده معناه ان هو ابتدى يخفف سياسه التشديد النقدي. طب ده معناه ايه؟ معناه ان البنوك هتبتدي تنزل الفوائد على الشهادات. وحصل ان هو خلاص بس محمد الاتربي طلع اليوم دوت وطلع ادى شويه تصريحات وقال لك ان لجنه الاليكو هتجتمع الاسبوع اللي جاي، اللي هو الاسبوع اللي احنا فيه دوت، عشان خاطر تقرر الاسعار الجديده على فوائد الشهادات. كنت عملت كده زي ريل كده من يومين على تيك توك وانستجرام وكده. المهم اتكلمت ان الفوائد بتاعت الشهادات دي انت مش هتشوفها تاني، واللي عايز يربط يلحق يربط دلوقتي. امبارح جينا مفيش ولا حس ولا خبر. النهارده لسه طالع من ساعه بس كده انتشر اخبار كتير جدا على كل المواقع الاخباريه تقريبا بتتكلم على حاجه واحده بس، تصريحات استاذ محمد الاتربي بخصوص الشهادات الجديده. ايه بقى الخبر؟ الخبر كالاتي: استاذ محمد الاتربي قال ان خلاص لجنه الاليكو اللي هي لجنه الاصول والخصوم اللي بتحدد اسعار الفايده دي اجتمعت النهارده، والاجتماع خلص على ايه؟ الاجتماع خلص ان هي قررت خلاص ان هي توقف اصدار الشهادات اللي هي السنويه بكافه انواعها. ودي كانت الشهادات اللي هي البلاتينيه اللي هي كانت 27% و23.5% اللي هو العائد شهري، و23% العائد يومي. مش هتلاقي خلاص الشهادات دي، بس لو دخلت على موقع البنك الاهلي المصري دلوقتي هتلاقيهم موجودين، بس خلاص بعد كده مش هتلاقي الشهادات دي تاني خلاص اللي هي السنويه. كمان قرروا ان هم يخفضوا العائد على الشهادات البلاتينيه اللي هي الثلاث سنين، قرروا ان هم يخفضوا 2%. والتغيير دوت هيبتدي يحصل من اول يوم الاحد اللي جاي. عشان كده لو انت فتحت موقع البنك الاهلي المصري دلوقتي هتلاقي لسه الشهادات موجود زي ما هي، لو رحت الفرع تقدر تربط زي ما انت. هو التغيير ده قال لك من يوم يوم الاحد اللي جاي. طب معنى كده ايه؟ معنى كده ان الشهاده البلاتينيه اللي هو العائد بتاعها عائد سنوي او يصرف سنوي اللي هي كانت ب 30% هتبقى بكام؟ ب 28%. والسنه اللي بعدها بدل 25% هتبقى 23%. والسنه اللي بعدها اللي هي السنه الثالثه بدل 20% هتبقى 18%. طيب الشهاده بقى بلاتينيه اللي هي العائد اللي كان بيصرف شهري اللي هي كانت ب 26% اول سنه، بدل 26% اول سنه يبقى كام؟ يبقى 24%. وبدل 22% تاني سنه يبقى 20%. وبدل 18% تالت سنه يبقى كام؟ 16%. طبعا الشهاده البلاتينيه اللي هي ذات العائد المتغير دي كده اصلا اتغيرت لوحدها، بدل 27.5% بقت كام؟ بقت 25.4%. وطبعا انا لسه واحد صاحبي كان مكلمني كده من يومين فبيقول لي هي ليه الشهاده دي نزلت مره واحده من غير ما لجنه الاليكو تجتمع؟ قلت له عشان هي شهاده ذات العائد المتغير. هو اصلا ما كانش عارف يعني ايه ذات العائد المتغير. ذات العائد المتغير دي يا جماعه بالبلدي اللي هو حسب كوريدور البنك المركزي. يعني يعني النهارده الشهاده دي انت لو عملتها اول ما البنك المركزي ينزل الفايده انت مش مستني بقى لجنه اليكو تجتمع ولا الكلام ده كله، هي بتقل لوحدها على طول. كل التوقعات بتقول ان البنك المركزي هيقلل الفايده 6% السنه دي، يعني باقي 6%. ف6% في الاجتماعات الباقيه يعني كام؟ يعني بدل الشهاده دي ما هي ب 25 وربع دلوقتي نزل 6% هتلاقيها ب 19 وربع. ده كده كان كل تفاصيل عن شهادات البنك الاهلي المصري الجديده. يا رب اكون قدرت افيدكم في الفيديو دوت. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لنا لايك وشير عشان ده بيدعمنا جدا جدا، واشوفكم في فيديو جديد. شكرا ليكم.